السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني فيديو جديد، يا رب يعجبكم. تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي المطبخ يضرب يقلب. بصوا الرخامة بايظة بالحاجات اللي عليها. طبعا ما عنديش مواعين في الحوض لان انا كنت غسلاها بالليل، فهي كنت سايباها تتصفى فعايزه تترص مكانها، وده طبعا مكان الفطار والاكل. وهنا طبعا كده ازاز عايزه تتملي والدنيا بايظه وعايزه تتروق. فتعالوا كده اول حاجه نبدا. اول حاجه هعمل ايه؟ هشيل الحاجات اللي هي النضيفه دي، هحطها مكانها في الدولاب، او يعني مثلا ايه، اظبطها كده واخلي كل حاجه مكانها، واحط طبعا المعالق في الادراج والحاجات دي. تاني حاجه، هشيل العيش ده من الكيس الاسود ده واحطه في كيس تاني واشيله في التلاجة. بعد كده هبدأ ان انا ارتب الرخامة، وهنا في طبقين كده عايزين يتغسلوا. وبعد كده هبدأ بقى ان انا املى الازايز الفاضية دي كلها وابدأ احطها في التلاجة، بحيث كده ان انا اروق المكان يعني بتاع المطبخ ده، وما يكونش فيه كركبة كتير كده، واشيل الحاجات دي من عليه. بعد كده، بعد ما املى بقى الازايز دي كلها واحطها في التلاجة واظبط الدنيا، هشيل بقى الاكل ده اللي هو اللي فاضل مننا. طبعا هو نضيف، هحطه في التلاجة. بصوا بقى، عايزه اوريكم البوتاجاز شكله استغفر الله العظيم وحش جدا. كان هنا مكبوب لبن لما كان بيغلي فمبوظ الشعله خالص، وطبعا ورق الالمونيا ده بقاله فتره فعايز يتشال. فهشيل بقى كل ده واغسل البوتاجاز كده واظبطه، واغير ورق الالمونيا ده واغسل العيون بتاعه البوتاجاز واظبط كل حاجه. فزي ما قلت لكم هبدا كده اتوكل على الله واقول بسم الله، وهبدا كده واحده واحده ان انا اعمل الحاجات اللي قلت لكم عليها، وهوريكم برضو وانا بعمل ايه وصلت لفين. بصوا بقى، خلاص خلصت اهو زي ما قلت لكم. رصيت بقى الحاجات اللي كانت موجوده هنا، وكمان غسلت الحاجات اللي قلت لكم ان هي كانت عايزه تتغسل اهي. وهنا طبعا خلصت البوتاجاز، مفضلش غير ان هو يعني يتظبط وكده ويتغسل. بصوا منظره وحش خالص ازاي، كل ده عايز يتغسل. طبعا هنا نضفت التربو، وهنا الباسكت بتاع الزبالة. فما فيش اي حاجة دلوقتي خالص، بصوا، غير بس ان دومت انا سيبهم لما يتصفوا كده وبعدين هرصهم تاني. والارض طبعا هنا انا كنستها وظبطتها. بس انا بفكر دلوقتي في حاجه، انا كده كده دلوقتي هطبخ كمان شويه. فقلت بدل ما اغسل البوتاجاز واغسل العيون وكل حاجه وبعدين ارجع اطبخ مثلا تتوسخ تاني وكده، فقلت لا، بالمره هطبخ واخلص الاكل بتاعي كله، وبعدين مره واحده اشيل بقى العيون دي كلها واغسلها واغسل البوتاجاز واظبطه واخليه نضيف يعني واحط له ورق جديد وكده، ويبقى نضيف، لان انا كده كده مش هعمل حاجه بعدها. فانا دلوقتي طلعت الاكل بتاعي اهو بالزباله ما يفك، وهبدا بقى ان انا اطبخ وكده، بس بعد ايه، يعني شويه كده عشان لسه بدري. بس فانا كده خلصت المطبخ، بس زي ما قلت لكم هرص بقى الحاجات دي وهسيب الدنيا كده دلوقتي شويه كده ايه، لغايه بقى ما اخلص الاكل بتاعي وكده، وبعد كده اعمل البوتاجاز مره واحده. بصوا هنا بقى يا حبايبي، انا هبدا كده اعمل الاكل. انا هعمل كده مكرونه صلصه، بس هعمل مكرونه اللي هي الاقلام دي، وهحمر بطاطس وهعمل كبده. فانا دلوقتي بسخن كده الميه في الكتل عشان اسلق فيه المكرونه، وطبعا طلعنا الصفايه عشان اصفي فيها اهي. والحله دي انا هعمل فيها كركديه، هغلي كركديه فيها واسيبه لما يبرد وكده. طبعا انا هنا الحله اللي هعمل فيها المكرونه اهي. هبدا بقى ان انا اعمل اكل. طبعا بصوا، ما لكمش دعوه بمنظر البوتاجاز ده خالص، بصوا منظره فظيع. انا بعد ما اخلص بقى خالص هظبطه زي ما قلت لكم، لانه بصراحه منظره وحش خالص. فقلت بقى زي ما قلت لكم ان انا هخلص وبعدين اعمل. بس هبدا بقى ان انا اعمل الاكل واقشر البطاطس وكده واحطها في ميه وملح، واعمل المكرونه والكبده. طبعا مش هعملها دلوقتي غير لما ايه نيجي ميعاد الغدا يعني. فاخلص بقى دلوقتي برضو كده عشان ما يبقاش ورايا اي حاجه، وبعد ما اخلص هظبط بقى البوتاجاز زي ما قلت. انا هنا خلاص حطيت المكرونه اهي تتسلق، هغطي عليها بقى. وهنا كمان البطاطس اهي، هقطعها صوابع واحط بقى عليها الميه والملح، ويبقى كده ايه، مفضليش اي حاجه. اسيب بقى البطاطس المكرونه تتسلق مع نفسها وخلاص كده، يبقى ما وريش حاجه بس غير ان انا اعمل الكبده. طبعا مش دلوقتي خالص يعني عشان لسه بدري على ميعاد الغدا. انا كده كنا بالليل بقى خلاص، بس الجو ليل بره اهو. طبعا احنا الحمد لله اتغدينا وعملت الاكل وخلصت كل حاجه، ودي بقى مكان الاكل وكده، الحلل بقى والاطباق والكوبايات والحاجات دي كلها. طبعا هنا مكان الشاي وكده، فانا مظبطه حتى الفوطه دي كده هصفي عليها الاطباق والحاجات لما اغسلها. ومظبطه كده ايه الرخامه، يعني يعتبر مروقه المطبخ، ما فيهوش حاجه غير الازازتين دول يتملوا، والمواعين دي تتغسل وتتصفى هنا. وبعدين بقى نخش على المعركه بتاعه البوتاجاز بقى. انا فضيته خلاص اهو،
بصوا بقى مكان المكرونه كده لما وقعت وكده. فانا بصوا يعني كنت بعمل، عارفه لو الحاجه بقى مش نظيفه فانا كنت بقول ايه يلا مش مشكله اي حاجه وخلاص. بس دلوقتي بقى هنضفه تنظيفه جامده خالص. هغسل بقى كل العيون دي، الحاجات اللي لازقه دي هطلعها واظبط كده كل ده واغسله واظبطه واحط له ورق الومنيوم جديد. وعندي كمان كذا حاجه كده من اللي بيتحطوا هنا على الازاز دي هعملها. وكمان هنا في الحيطه اللي جنب البوتاجاز دي عشان الزيت يعني لما بقلي او حاجه كله بيطلع هنا. فانا جايبه برضو ورقتين كده بيتحطوا هنا على الحيطه فهلزقهم كده هنا. واظبط بقى الرخامه كلها وامسحها. وواحده واحده كده نبدا ونقول بسم الله. بصوا بقى زي ما انتم شايفين انا غسلت كده العيون اهي بتاعه البوتاجاز، وغسلت كده الحاجات وحطيتها على الفوطه دي كده تتصفى. ودي بقى كميه الاطباق والحلل والحاجات اللي غسلتها. طبعا الحوض لسه ما غسلتهوش. ظبطت هنا طبعا البوتاجاز غسلته كله. وظبطت كمان الازاز بتاعه والسيراميك اللي جنبه وكل ده مسحته، ومسحته كويس جدا من الزيوت والحاجات اللي كانت موجوده عليه. وخليته بقى بيلمع خالص. هوريكم بقى انا استخدمت ايه. استخدمت الكلوروكس ده جميل جدا في بنضف بيه المطبخ والحاجات وكده. وكمان استخدمت الكريم ده للبوتاجاز، جميل جدا وبيخليه يلمع كده وحلو. وبيديله ملمس حلو كده ما تحسيش ان هو مغير ولا حاجه. فانا كده ظبطت الدنيا. وشلت بقى بعد ما شلت الحاجات بقى اللي كانت موجودة الاطباق والحلل والحاجات دي كلها. شلت بقى كل الحاجات اللي كانت على الرخامة. وعشان امسحها عشان اظبط الدنيا خالص لان انا عايزة المطبخ يبقى كله بيلمع وكل حاجة نظيفة فيه. لازم اعمل كده كل فترة علشان طبعا التراب لما بفتح الشباك والزيوت مكان القلي والطبيخ وكده الحاجات دي بتلزق على الحاجات اللي موجودة على الرخامة. طبعا مسحت هنا الدولاب كله برضو من فوق بالملمع بتاع الازاز وكده عشان يبقى نضفت كده المطبخ تنظيفه كامله كله من فوق لتحت. بصوا بقى بيلمع ازاي من فوق ومن تحت. مسحت كل حاجه وظبطت الدنيا كلها. دلوقتي بقى هظبط كل الحاجات دي على الرخامه. واشيل بقى الحاجات اللي موجوده في الارض دي. واسيق برضو بميه كده وكلور عشان يبقى ظبطت كل حاجه في الارض وفوق. انا بس الاول كده هفرش مفارش يعني على الرخامه واظبط الرخامه واوريها لكم بقى بعد ما تخلص هيكون عامل ازاي. بص بقى يا حبايبي انا خلاص كده خلصت المطبخ ورتبته وظبطته بعد ما شفت بقى الرخامه كده لما كنت شايله من عليها الحاجات. وظبطت كل الحاجات دي. بصوا مسحت كل حاجه، طقم التوابل والتوزيع والخلاط وكل حاجه مسحتها وظبطتها. وطبعا فرشت المفارش دي. قلت كده اغير وافرش ديت عشان يبقى تغيير يعني وكده. بصوا فرشت كده المفارش دي. طبعا هنا البوتاجاز ظبطته والعيون ظبطتها. ولزقت بقى الورق ده. بصوا هنا برضو حطيت اللي انا كنت بقولكوا عليه اهو. حطيت ده كده عشان ايه لما مثلا اعمل حاجه زيوت او كده ما يبقاش على السيراميك، على الورق ده اشيله واحط مكانه. طبعا هنا كده زي ما انتم شايفين برضو ادي الحوض اهو نضيف. غسلته طبعا بالكلور وظبطته. بصوا هنا الورق اللي كنت عاملاه بدأ يتقطع خالص والرخامه تبان. فان شاء الله ابقى اغيره يعني واجيب تاني. بصوا هنا برضو ظبطت الدنيا برضو وحطيت هنا برضو المفرش ده. بصوا المطبخ بقى جميل. بصوا بقى لزقت الحاجات اللي على المطبخ فوق دي اهي نفس اللون كده المطبخ اللي هو اللون الموف ده. لزقتها هنا كده يعني تدي شكل شويه لان هو ساده يعني ما فيهوش حاجه اهي. طبعا تحت برضو مسحت وظبطت كل حاجه كله بقى بيلمع والبوتاجاز بقى متظبط ومية مية. وهنا طبعا التربو والباسكت ده مفيش اي حاجه والارض نضيفه. بصوا كل حاجه بقت متظبطه وبقى نضيف. طبعا انا الحافظه دي المشايه يعني بتاعت المطبخ دي ظبطتها بره ونضفتها ورحت جايه فرشها طبعا بعد ما مسحت الارض بالكلور وكده وظبطت الدنيا. فده كده شكل المطبخ بتاعي اهو بعد ما نضف. فبس كده ده كان الفيديو بقى بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير ومع السلامه.